مساء الخير. وصلتنا أخبار من كوكب الأرض حول حملة مكافحة المحتوى الهابط ومدى أهميتها بالحفاظ على الأخلاق في العراق. صحيح هذا برنامج سياسي ساخر ومرات أحكي بأسلوب صريح جدا ما معتاد للعراقيين أنه يسمعوه بهيك نوع من البرامج التلفزيونية، بس هذا ما يمنع أنه أنا وفريق البرنامج مع أي شيء وأي خطوة وأي تحرك يساهم برفع أخلاق المجتمع. الأخلاق هي رأس المال الأثمن والثروة الأهم في أي بلد من البلدان، أهم من النفط والغاز والسياحة والصناعة والزراعة وكل شيء. لذلك من واجبي أنا أحمد البشير ومن واجب كل فريق برنامج البشير شو أن نقف مع أي جهد أو عمل أو حملة حقيقية وفعالة للنهوض بأخلاق المجتمع العراقي. لذلك وبكل وضوح أعلن أمامكم أنه أنا سأقف ضد حملة المحتوى الهابط لأنها ببساطة حملة مو أخلاقية. راح تسألني ليش؟ راح أجاوبك الآتي. الحملة يا صديقي العراقي مو أخلاقية لأنها ضد الحريات. مثلا تقدر تضرب ابنك حتى ما يدخن، أو تقدر تقنع ابنك أنه التدخين مؤذي. بالحالة الأولى راح يدخن بدون ما تدري ومن جوا لي جوا، بس بالحالة الثانية راح يختار بكل حرية أن ما يدخن. الأخلاق ما تجي بالإجبار أو خوفا من سيف الحاكم. الأخلاق هي الحرية، الأخلاق هي التعامل، الأخلاق هي اختيار الصح بدون أن يجبرك أحد عليه. هواي راح يتفقون وياي وهواي راح يختلفون ويا هذا الكلام بهاي الحلقة، بس رسالتي للي راح يختلفون ويا رأينا: احنا نحترم رأيك وحريتك بالتعبير ونحترم رفضك لرأينا، وهذا حقك الطبيعي أن تقول هذا الكلام مو مقنع، بس أريدك تتذكر موقفك اليوم، وبعد كم يوم لما حملة تكميم الأفواه توصل إلك وتلقى نفسك مسجون أو محبوس أو طالع بكفالة وتنتظر المحاكمة بتهم فرض الفضيلة والأخلاق، لا تقول تعالوا دافعوا عني وعن حقي بالكلام، لأن بوقتها ما راح تلقى أحد يدافع عنك، لأن ببساطة الكل راح يكونون لو خايفين يحجون، لو انشروا بمغريات، لو محبوسين. الأخلاق هي الحرية. أهلا بكم في البشير شو. من كوكب الأرض قريب شوية من الفضاء من أعلى قمة جبل سفين، أهلا بكم سوق سوق الليلة جمعة، سوق سوق الليلة جمعة. كوكب الأرض أهلا بكم في البشير شو. من المدينة المنورة من مسجد قباء، أهلا بكم في البشير شو. من كوكب الأرض أهلا بكم في البشير شو. من الكرة الأرضية كردستان العراق سد كان البشير شو. من ناحية يايش أهلا بكم في البشير شو. من جامعة كربلاء قسم اللغة الإنجليزية أهلا بكم بالبشير شو. محافظة كركوك عراق، أهلا بكم في البشير شو. ما تعرفنا على كلية الفنون الجميلة أهلا بكم في البشير شو. أنا عندي فلوس. جامعة الفراهيدي مشاريع الأجهزة الطبية أهلا بكم البشير شو. تعالي. كوكب الأرض كلية الزراعة مرحبا بكم في البشير شو. من كوكب الأرض حاج عمران إلى كوكب الفضاء، أهلا بكم في البشير شو. الليلة جمعة، سوق الليلة جمعة، أهلا بكم في البشير شو. كوكب الأرض إلى جهة، أهلا بكم في من كوكب الأرض أهلا بكم في البشير شو. كلية طب الزهراء أهلا بكم. من كوكب الأرض ماراثون السلام شباب داقوق محافظة كركوك، أهلا بكم في تقدرون تتابعون بث السفينة كل جمعة الساعة 9 على قناة جديدة بالعربية، وتقدرون تواصلون ويانا على محطاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي هاي. الأسبوعين الماضية انشغل الرأي العام العراقي بقضية حملة وزارة الداخلية لمكافحة المحتوى الهابط. هواية قرينا أخبار أنه بنات وشباب عندهم حسابات على تيك توك وإنستغرام ويوتيوب باقي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة نزلت عليهم أوامر إلقاء قبض، وبعضهم انلزم وتم التحقيق وياه وصعد للقاضي والحكم، وكل هذا خلال أقل من أسبوعين.
بدأت وزارة الداخلية العراقية حملتها لضبط ما تصفه بالمحتوى الهابط على مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم صانعيها للعدالة، موضحة أن القضاء دعم مقترحات الأجهزة الأمنية. اتخذت جملة من العقوبات بحق هؤلاء الأشخاص. صدرت مذكرات قبض وأحكام بالسجن بحق المعروفين بأسماء حسن ششمة وأم فهد وعسل حسام وسعلوسة وغيرهم. ألقت قوات تابعة لجهاز الأمن الوطني العراقي الجمعة القبض على المتهم بنشر المحتوى الهابط عبر مواقع التواصل المعروف باسم حمودي تشارجر. وصدرت أحكام أخرى بالسجن سنة واحدة على المدون علي محمد المعروف بالسيد علي وأحمد علي إشلاش المعروف بحمودي هيبة. الأخبار حلوة وتم اعتقال عدد من ما يسمون بالمشاهير وراح يتم محاكمتهم أيضا خلال هذه الأيام وراح يقضون محكوميتهم داخل السجون وليس كما يروج البعض. تعتقد أنه هذه الشخصيات هي تصرفات شخصية فردية مسيئة أم هناك هجمات خارجية مثل من إسرائيل وأمريكا وغيرها؟ طبعا هذا شيء أكيد. أكيد طبعا. حسن صجمة أكيد، حمودي جارجر وأم فهد وعلي شلاش وحمودي هيبة معروفة، مؤامرات خارجية كلها هاي. خو سعلوسة بصراحة يستاهل مؤبد يعني على صوت الأكل اللي طلع من يضرب شيبس والله. بس معقولة سعلوسة محتوى هابط؟ أوقف. صح غصون شغل الفيديو والله خلى ركز. القوة المسقولية. سعلوسة. أوقف ركز زين. هو يقول القوة السعلوسية والقوة المسقولية، إذا دمجنا سعلوسية ويا المسقولية راح ينتج لك القوة السعقولية. سعقولة هذا الكلام؟ كل هذا الكلام طلع من سعقولة؟ قدوة؟ والله كل شيء يصير بهذا الزمن اخوان. الحلو اللي عجبني انه حسن صجمة المتآمر على العراق والمدفوع من قبل امريكا واسرائيل وغيرها من الدول حسب قناة الانوار الثانية طبعا، ألقي القبض عليه يوم 3/2 وتم الحكم عليه يوم 8/2. انحكم بالسجن 2 سنين وفق المادة 403 من قانون العقوبات لسنة 69. خلال 5 أيام اعتقلوه، حققوا وياه، صعدوا قاضي تحقيق، انطوا وقت يجيب محامي حسب ما يقول الدستور العراقي، صدقوا اقواله، صعدوا محكمة، حكموه كلهن ب5 أيام. انا قلت 7 شغلات هسه ما لحق 5 أيام اسويهن فقط. والله زمن التطور يعني بعد التكنولوجيا والسرعة بالاداء ماكو طب سريع، حكومة سريعة هيك. وملاحظة كل انحكموا وفق قانون العقوبات اللي ماشي عليه العراق واللي هو مال سنة 1969 واللي سواه مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لحزب البعث المحظور بالدستور العراقي. هو البعث محظور بالدستور بس قوانينه بعدهن شغالات. ما تدري شيء طاب بشيء، ما تدري شنو الوضع، بس ما يخالف. خلينا نفتهم. راح تسألني هنا سؤال، هي هاي الحملة بس على المشاهير؟ لا حبي، الحملة التي أثارت جدلا كبيرا لدى الرأي العام لا تشمل صناع المحتوى فقط، بل إنها قد تودي بأحدهم إلى السجن فقط لأنه وضع لايك عليها. بالمناسبة اللي ينطي لايك للمحتوى الفاحش هو شريك بالجريمة، قانونا شريك بالجريمة. يمكن حتى الناقد. كنت أتكلم مع سيد القاضي، قانونا يعتبر شريك بالجريمة، مساهم. حلو عزيز. لا دقيقة، مو حلو. حسن صجمة واحدة بس حسن صجمة بأكاونت واحد على تيك توك عنده 452 ألف لايك. عزيز. سعلوسة بحسابه الاحتياطي عنده 150 ألف لايك. حساب سعلوسة الأصلي اللي انسد ب 39 مليون و900 ألف لايك. العراقيين كلهم عددهم 42 مليون لايك. إذا خلص نضرب العراق أسلاك شائكة باعتبار كل العراق مارين على سعلوسة، ويبقون المليونين اللي فوق هذول يبلغون على سعلوسة. استعدوا شباب، استعدوا كلكم، يلا جاهزين انتوا كلكم؟ يلا زين اوكي. هسه كل العراق راح ينسجن، بس خلي قبل لا ننسجن وكل البلد ينسجن خلينا نفتهم شغله. هو شنو هو المحتوى الهابط؟ طبعا مناشده الى وزير الداخليه، يا بعد عيني قمنا الليل ما ننام، سولفونا الذوق العام شنو حتى النشره شو كلها 2 سنه، الله وكيلك هي ريل وحده وقامت تطقها. يا اخوي وزير الداخليه من غد فدوى وجهها، شوف لنا الذوق العام، شنو الذوق العام؟
الله وكيل اخذت زرادي مطبقين هسه كل ساعه ويانا راحوا يشيلونك ولك شو مسوي؟ راحوا يشيلونك مستوى هابط. الو ها ما يتشالوك يبا بعدني رحمه على والديكم. شنو الذوق العام؟ المستوى الهابط شنو؟ نريد انه قائمه حتى نقرا لكم الفاتحه نظل بالله ها يلا هابط خلاص. والله العظيم صحيح. اختصر كل الحلقه بهذا الفيديو. قل اروح بس شو اسوي نبطل شو اسوي كمل يلا كمل. حبي هاي اسرار دوله. هذا سؤال ما حد يعرف اجابته غير منصه بلغ ورب العالمين. هاي بالضبط مثل الاب اللي قرر يتفيتر بالسياره وكل شويه يصيح بابنه انطيني شو اسمه، وهذا الجاهل يبقى خطيه يفرفر بذانه سوداء عليه ما يعرف، لا بي يسال شنو وش اسمه لانه الاب معصب ولا بي يسكت، فيشوف شكو شيء قدامنا وش هي سبانه الينكي صمونه واشر قفيص درنفيس زبابيك شكو شيء ما له قيمه يشيله ويعطيه لابوه. ها وطبعا هو الاب اصلا ما يعرف شو يريد فيصير عصبي اكثر حتى يغطي فشلته، فيسحب لك بابا مو هذا شو اسمه، جيب لي شو اسمه اللي ما يعشق بالشو اسمه فوق هذا هناك شبيك جيبه. وهسه الجماعه يقولوا لك نحافظ على الذوق العام. زين شنو الذوق العام؟ انا اقول لك شوف الذوق العام هو الشو اسمه لما ما يعشق بالهذا فيطلع لك هناك يعني واضح. شنو هذا الذوق العام؟ بعد زراديم يطبقا بعد عينك يا الله. شنو سيدي خلينا نتبع بعد واحد بلكن نعرف شنو المحتوى الهابط حتى نعرف شنو الذوق العام. والله هسه ما خلي ادزك هسه تجيب لي شو اسمه واخليك تحير. اجيبه والله ومنك جيب لي اياه منك يلا جيب لي اياه من هذاك شو اسمه منك روح تعال على السريع. وانا لا مو هذا ذاك. زين يلا ما شوفوني شنو هو المحتوى الهابط اللي ما يعشق ويا هاي شو اسمه يلا. هناك محتويات بدأت تسيء للعراق وللذوق العام والقيم وبكل الدول المحترمة. هناك قوانين ومعايير للنشر بعيدا عن حرية التعبير. حلو بلشت تنقط شوية حلو. اللي هو شنو الذوق العام؟ قال مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية لواء سعد معن إن معايير تمييز المحتويات الهابطة على السوشيال ميديا واضحة وغير معقدة وفق تعبيره. معن في تصريحات صحفية أوضح أن الوزارة تلاحق القضايا المرفوضة قانونيا واجتماعيا ولم تذهب في قضية يصعب الفصل فيها، مؤكدا متابعة جميع المحتويات على مواقع التواصل الاجتماعي. حلو. اللي هو شنو الذوق شو اسمه شنو؟ هذه حملة راح تكون لكل الشخصيات اللي ينشرون محتوى هابط، فيديوهات ما إلها معنى. اليوم نشوف سواء ستوري أو بوست نشوف هاي الفيديوهات الغير هادفة اللي دا يتأثرون بها أطفالنا ودا يدورون الشهيرة لا الشهرة. حلو لقفت شيء بس عندي سؤالين. الأول إذا ما إلها معنى شلون راح يتأثرون به الناس والأطفال؟ والسؤال الثاني إذا هي فيديوهات مو هادفة لا شلون هدفها تخريب المجتمع؟ نترك لكم إجابة هذا السؤال أعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله. وداعا. عزيز خلصت الحلقة؟ لا دا كذب اصبر. أقول لك الكذب هم يعتبر محتوى هابط؟ والله أنا هابط. لا أنت هابط بس إذا كذب هابط خايف. أي أعرف إذا الكذب هابط الإطار كله يروح بيها بكلهم. نرجع الموضوع. شنو هو الذوق العام؟ إذا الكلام يكون عن تحديد المحتوى الهابط أي فدليل الذوق العام والآداب العامة الكل المجتمع العراقي يعرف ما هو المحتوى الهابط ومحدد نفسيا. فعلا سيد المقدم المجتمع محدد نفسيا ما هو المحتوى الهابط ومع ذلك رايحين 40 مليون واحد مسوي لايك السعلوسة لأن نفسيا عرفوه محتوى هابط. تدري هذا الذوق العام يجي بالفطرة. شلون من تجي ذكر للحياة وعندك نفس القصة بالضبط يجي وياك سوفت وير مجاني اسمه الذوق العام والآداب العامة يجي وياك من يجي ينزل هذا. شكرا سيادة غوستاف يونغ على هذا الشو اسمه. حبي شنو هو الذوق العام؟ سؤال سهل والله. شنو الذوق العام؟ تطبيق التيك توك. تيك توك يريد منك اسم ويريد منك صورة ويريد تفاصيل. واحدة من بنود المصادقة ويخلي لك حساب بالتيك توك. رقص حي مرأة أو رجل. الآن المشاهد يسمعني خلي يطبق أنه يسوي له حساب بالتيك توك وراح يشوف اللي أقوله صحيح جدا. كارثة هذه. ارقص إيه مرأة ورجال ارقص كيفما تشاء. والله كذاب. والله العظيم كذب. أستاذ عادل مانع مع احترامي لحضرتك ماكو يشخرط. بالتيك توك على قولتك هو تيك توك بس بالتيك توك زي ما قلت تيك بالتيك توك مو شرط أساس الرقص.
وانت على كلامك هذا صرت امام خيارين، واحد اصعب من الاخ، انت لو كذاب لو مع احترامي لك ما بدي اقول ما تعرف بالتيك توك، اذا ما تعرف اذا بعدين دقيقه اذا الرقص محتوى هابط، اخوان الاعراس منا ورايح كلها ان شاء الله نقضيها ايماءات. لا هاي محتوى هابط غمزه، هاي مصيبه، هاي عليها 9 سنين هاي. يابا هذا خرط لحد الان والله ما دا افتهم. شو حبيبي شنو معايير المحتوى الهابط؟ اليوم تتكلم عن مؤسسه امنيه كبيره، دوله، حكومه، ويطلع شخص او امراه وهي تفتح السيطرات وهي لا هذا ملف واحد. لا تحرق لي لا تحرق لي لا هذا ما ممكن. ما ممكن يعني اي دوله بالعالم تقبل هذا الشيء. حلو. هاي يحكي على فهد اللي طلعناها بالبرنامج هنا وفتحت سيطرات، من فهد الاتحاديه وفتحت شو وخابرت هذا المدري شنو. حلو. انت هنا تحاسب المراه اللي خابرت لواء بالكرخ وبس، لو تحاسب اللواء والضابط اللي يخضع لها ويفتح شارع؟ والله سؤال منطقي دكتور حبيبي. بعدين قصه الدولار يعني مع كل احترامي ترى كلش كانت واضحه انه كانت نكته واضحه. طلعت المراه 50 مره فسرت قالت انا دا ادعي ان شاء الله ينزل الدولار. فيعني لا تكبرون الموضوع. مع اعتزازي ما شرحتوا لنا بعدكم شنو هو المحتوى الهابط. تابعت اذا هاي انا ملاحظ خالص خلال 3 سنوات 4 مسلسلات الكرتون اللي بيها الفتاة هي البطلة اللي تقتل وتحقق وكذا وعنيفة وما شابه. هذا وين يصب إلى يعني جعل المرأة عنيفة وشديدة. وهذا أثر على الجيل فعلا، أثر على الجيل بحيث بدأ تبرز عندنا فتيات ما محافظة على أنوثتها. نعم. يعني قبل احنا بزمننا بصراحة عندنا الفتاة ما تسوق بايسكل مثلا أبسط شيء. بويا يا بويا لقفته المحتوى الهابط افلام كرتون ساندي بيل، بطلتها مرة ولابسه قصير ومن ورا الكرتون النسوان قاموا يسوقن بايسكلات. يا ابويا نسواننا يسوقن. يا يما لحقينا علي الحق لي العراقيات قاموا يسوقن بايسكلات. ما اهقطهم هيك انا ما عرفت الارض ما كانت هيك صايره هيته وراي. معقوله مره تسوق بايسكل؟ بس سيدي شنو المشكله اذا بنيه تسوق بايسكل؟ شنو عزاه اعتقلوا علي والله العظيم، اعتقلوا علي. هو ما عنده مشكله المره تسوق بايسكل. والله لا اخلي سعد معا يفرفر بيك كل الفضائيات. والله ما عندي بايسكل ويخليك تسوق بايسكل يلا على هالدقه هاي وعلى شرط بدون سرج يلا. والله العظيم خلاص سياده الحكومه هذا هو كل شيء ولا المراه تسوق بايسكل. يابا مصيبه. لا اعتقلوا سعلوسه ما يخالف. بس بعدني ما دا افتهم ما هو الذوق العام؟ شاب وسيم بس بالشورت ومدقدق ومنص الصبح لليل هذا المحتوى ماله ويسولف. شنو ذنب البنات؟ هذا يتحاسب؟ شنو ذنب البنات يشوفن ركبات وشعر رجلين وهاي؟ والله صحيح. لا البنات دي فرفر على البايسكلات شو معرفهن يابا؟ بناتنا تايهات على البايسكلات وهاي وروبي وحركات. بويا علي العراق ضاع، والله العراق ضايع بويا، العراق راح انتهى. بناتنا يسوقن بايسكلات، ولدنا يلبسون شورتات، باكر عقبه يتريقون صمون ايش مدري فرنسي ما ادري اي شيء، لا الا الشورت. بس هم عرفنا شنو الذوق العام. احنا الحقيقه المعيارنا هو القانون. قانون العقوبات العراقي فيه كثير من المواد اللي تمنع التهديد. هنالك منشورات فيها تحريض واضح، تحريض سواء ضد شخص أو ضد مجموعة أو ضد يعني مؤسسة معينة. ورد هذا الكلام الصحيح سيادة اللواء، منشورات بها تحريض. لزمنا شيء هسه المحتوى الهابط، الذوق العام والمدري ايش، هاي الخلطة تخلطها يطلع لك منشورات بها تحريض. يعني عباس العرداوي يقوم يلم جنوته ويطب ركض للسجن. لأن قبل يومين بتويتر شفت عده يتشمت بشهداء مظاهرات عاشوراء، فقال في معرض رده على أحد المعلقين الصدريين ذاكرا أبو فدك: هذا اللي طيح حظكم في بوابة الخضراء ليلة الانقلاب. وكلنا نعرف بوابة الخضراء راحوا أكثر من 60 شهيد. ولك عباس كافي، عوف الخال خطية حاير بضيمه. ولك والخال والد يا ول، يعني الخال شو يصير وش يتحمل أكثر بعد؟ ما تفهموني؟ يحير يحمي أعراضنا بهالبرد هذا، ما أدري، يحير ينقل مساعدات، ما أدري، يحير يقاوم المحتل، كل هاي وتجي طعنات من عباس العرداوي. هذا العرداوي أول واحد على المحجر، يلا يلا يلا. إلا خالد المحنة يربيك ويعلمك شلون تشخط الذوق العام محتواك الهابط. بعد سيادة اللواء أنا حبيتك،
سياده اللواء خالد كمل، شوفنا ايش عندك بالله بعد تعريفات المحتوى الهابط. هنالك قضايا فيها تهديد للأمن القومي في بعض الأحيان، هنالك قضايا فيها تشهير وإساءة ضد أشخاص. حبيت والله حلو هذا المحتوى الهابط، هذا ممتاز، هذا زين، ترى حلو هاي عمي، أنا حبيت والله. خلاص قضايا تهدد الأمن القومي محتوى هابط، والله العظيم عمي زين، بما أنه اللي يهدد الأمن القومي وعنده تسريبات يتفق فيها على تكوين ميليشيات وصواريخ عبر القارات وروحوا للحرس لا للاطلاعات وهاي السوالف لا تروحون هناك، إذا ما تحاكم بقضايا الإرهاب فعلى الأقل يتحاكم بالمحتوى الهابط. إذا ما أخذناها من باب تهديد الأمن القومي فنأخذها من باب التشهير والإساءة. وإلا شنو يسمي أمة يقودها الخال بزرة يسميها أمة الجبناء؟ مو عيب؟ ما سمعت اللطيفة مال حسوني اللطيف من قال الوحدة بآمرها تحكي على أمة الجبناء وتقول أمة الجبناء؟ يعني إذا تحكي على خالي وخال العراقيين وخال غصون وخال علي وخوال الناس مو لعبة بحلوكم ومحتوى هابط تخدشون به حياة المجتمع. يلا قوم لك قوم طب للسجن يا عباس، يلا من هو ربب نزل السجن احنا ما ادري ما انتبهت والله. اوكي عرفت ابو راس، يلا قوم ابو راس قوم. خالد ذبنا بعد ايش عندك؟ انا حبيتك. هنالك قضايا في منافية للأخلاق، هنالك قضايا فيها تحرش. حبيت والله العظيم تخبل انت، حبيت منافية للأخلاق وتحرش. علي. نعم سيدي. دز لنا رسالة مستعجلة لمجلس النواب، خليه يبدي إجراءات رفع الحصانة عن هذا بسرعة. هذا مين سيدي؟ هذا سيطلع حساب. في مقاطع متداولة من داخل البرلمان العراقي عاملة ضجة كبيرة، وسبب ما هو خلاف أو خناقة أو تصريح جدلي أو مشروع قانون مثلا أو أي شيء من المعتاد تحت قبة البرلمان مثلا. لا، هذه المرة الموضوع مختلف تماما. بطل المقاطع هو النائب عن ائتلاف دولة القانون باقر الساعدي، ومضمون الفيديوهات شوفوا بنفسكم. قسم التركي على التراث العراقي وننشد عنه من شهداء، وشكلت لجنة في وقتها واللجنة. مثل ما شفتوا النائب العراقي ماخذ راحته على الآخر وتارك شغله والبرلمان وماسك موبايله بيصور زميلاته دون علمهم. فيديوهات مريبة حقيقة، وكثير ناس ما لقوا لها وصف إلا تحرش. وجهه من قرب الكاميرا عليه كل شيء يعني مبين عبقري ما شاء الله عليه. يعني يا عيني يا سيادة النائب المحترم، دا تشوف العراقيين قاعدين للعالم عزلة، قاعدين ركبة ونص الله وكيلك يتحججون بس يريدون فيديو دا يسوون عليه هوسة. أي فيديو تصير عليه هوسة مو مشكلة، ما عندهم مشكلة. والله ذاك اليوم والله العظيم ذاك اليوم شفت فيديو عادي، فيديو طبيعي جدا مال واحد سايق تاكسي مصوريه خطية دا يتفق بسوريا على كروة ويا شخص واحد لاخ على مود نسوان فايتهن القطار مدري شنو وباقيات بالمحطة خطية وهو حاير بيهن يريد يوصلهن سود عليه. والله العظيم خطية بكليته بالبرد واقف، وهاي موقف إنساني جميل. العراقيين لزموا الفيديو وما بقى مكان ما نشروا بيه، ولحد الآن قام يسموه بالقطار، ما أدري ليش. كذب أنا طلعت بس حلو سموه بالقطار. يلا عمي الناس بيتبلى عمي، والله العظيم بيتبلى. بس والله من ورايح يعني هذا زين القانون بقى. تحرش وأفعال منافية للأخلاق وتهديد أمن قومي وهاي جيدة هاي. يلا قبل على المحجر، يلا باقر سيادة النائب جنطك والحق عباس للسجن، يلا وابو راس يلا. بس انا بعد بفهم الموضوع، اريد افهمه، اريد ضابط بوزارة الداخلية يفهمني ويكون قاعد اعوج ويحكي عدل. طبعا انا اعتبر هذا صدقة جارية باكثر من هواي تفاصيل. لمجرد انه انت تخوف واحد، تخوفه من الاستخدام الخاطئ، مو تخوفه من السوشيال ميديا. السوشيال ميديا تطور، الناس وين وصلت واحنا حايرين دزيلي صورتك، احبك ما انام الليل، ما اعرف شنو. انا احكي على تصدير القدوات خارجيا. سيادة العقيد قاعد اعوج بس دا يحكي عدل للامانه، فانا قررت اتخذ قدوه، ما عندي قدوه فقلت هاي قدوه اصدر الخارج. اريد سيادة العقيد عزيز ناصر ان يخوف مستخدمي السوشيال ميديا وان وبدون رسائل هاي مال دزيلي صورتك. عادي دزيلي صورتك شو المشكله؟ ما بس يعني قصدك دزيلي صور نود، يعني اكو فرق. دزيلي صورتك بس صورتك محجبه عادي، تروح مثلا يعني للسوق واخذت له صوره عادي يعني. بس اكو فرق بين صورتك وبين صورتك اللي براسك يعني. مبدئيا سيادة العقيد بس اقعد عدل فيديو، انا ظهري قام يوجعني راح اقعد عدل. قبل كانت تترس حب مال مي سبيل صدقة جارية، هسه تجيب القدوة من هو يعني بعد سعلوسة صغيرون وتعبيه مي سبيل وتدزه الخارج. سيادة العقيد انا اسف اتدخل بشغلك، بس ترى الشرطي وظيفته يحمي المواطن ويوفر له الامن ويحسسه بالامان، مو بالخوف يا اخوي العزيز. انت فاهم دورك غلط. بالمناسبة حتى العشائر باسمائها
استهدفوها باسماء موديلات وهميه، تمام، فلان الفلاني، فلان عشيره، وصدروها برا للخارج، وهاي هيك وضعها، هاي هيك وضعها، هيك وضعها. وطبعا بالمناسبه اكو بيجات تشكل ويصرف عليها مبالغ مخيفه لهذا الموضوع. بس هاي صدق ما اكو صفحات تشكل ويصرف عليها مبالغ مخيفه ترى، لا وتنباع بكم فلوس همات. انا اعرف واحد قبل سنتين تقريبا دفع ما يقارب شده وشويه حتى يشتري صفحه عبودي بن الدوره، واشتراها مبروك عليه. حتى بوقتها توقعت انه يغير اسم الصفحه من عبودي بن الدوره الى عزوز بن الداخليه، وفعلا غيرها. بس ما ادري جناب العقيد اذا تعرف هذا الموضوع يا ريت تساعدنا باعتبارك هم ناطق بالداخليه، لان تدري هذا تمويل المحتوى الهابط ترى اخو غسيل الاموال. واكو صدفه غريبه سياده العقيد، انا دخلت قناتك على اليوتيوب باسم عزيز ناصر ولقيت تعليقات على هذا الفيديو، على اول فيديو لك بالقناه بسنه 2021 بالتزامن مع بيع قناه عبودي بن الدوره لشخص مجهول. سبحان الله، من انت نزلت فيديو بهاي الفتره لقيت تعليقات تقول هاي مو قناه عبودي بن الدوره متاكده. ايه تقول سن علي يقول شباب هاي مو قناه عبودي بن الدوره لو شنو؟ فمجاوب علي زهراء محمد تقول يعني مو قناه عبودي بن الدوره، ترى عبودي بن الدوره ما يستاهل تحسبون اسمه بهيك قناه راقيه ومحترمه مثقفه، مع انه قناه جديده بعد. هذا اول فيديو اللي نزل. سن علي جاوبه وقال لها قناته هسه كتبي عبودي بن الدوره تطلع هاي القناه، بس هو بايعها يمكن، وحتى شوفي المشتركين 2,000,000 والمشاهدات قليله. زهراء محمد قالت له لا عيني من كل عقلك السيد عزيز اشتري قنوات من هيك زبايل حشر الاستاذ. نرجع شويه نتقدم بالتعليقات نلقى سنايبر يقول ايه قناته وبايعها العزيز ناصر، وبعدين نسمع تعليق من سكرتيرة عزرائيل تقول وبعدين ويا جمالك. هاي صفقة السعلوسة. اقول لك سيادة العقيد، باعتبار عندك خبرة بالحسابات وهاي السوالف، اكو حساب تيك توك للبيع معروض بخوش سعر، شو تقول يفيدك؟ خصوصا هذا التيك توك، انا ليش ناقم عليه التيك توك؟ التيك توك خطر جدا، انا تخصصي علم نفس. فالتيك توك حتى موضوع الصورة الطولية مالته، محتوى الفيديو مالته طولي، وقلب الحب ومكانه، والالوان المستخدمه به، وقضيه التفاعل، وقصر مقطع الفيديو، والكتابه شو اسمه الهاشتاج الجوه، والحركه مال الكتابه الجوه وتفاعلها، وعمليه تمريره بسهوله بس مجرد رفعه يد، هذه تجذب ونفسيا تعطي انطباع انه لازم تكون مدمن. عزيز معقوله؟ العفو جناب العقيد، اعرف انت عندك عقده من التيك توك، بس انا اقول لك يعني معقوله فاتحين هم ابلكيشن ومعينين مئات الاف الموظفين حتى يخلون المستهلك يصير مدمن عليه ويدفع فلوس به؟ معقوله؟ معقوله قيمه التيك توك وصلت تقريبا 65 مليار دولار بحسب قناه العربيه؟ معقوله؟ شنو؟ معقوله التيك توك يدفع رواتب موظفي العراق لمده سنتين هو الممنون؟ ها؟ معقول؟ عزيز يعني غير مفتحين هم على هالشغله. حبيبي سياده العقيد شغله الاخ، انت ليش هالقد تكره وناقم على التيك توك؟ معقوله لانه اكاونتك مدى يصعد ومشلب بالمليون و200,000 متابع فقط؟ عزيز هو كل شكله تيك توك بعد يوميا نزل فيديو بالتيك توك. يا سفله اهينكم بفيديوهاتي، اكرهكم السفله تفو. سوري محتوى هابط تفو. ثيدي ثويد ما؟ انا اسف، انا مدمن حتى اثبت لكم انه انتم خوش اوادم. بعض من الفانيشيستات والبلوجرات وبعض الشخصيات المثيرة للجدل، هسه اكو شخصيات محترمة تساهم في دعم المجتمع، بس اكو شخصيات اساءت للمجتمع. انت كمحامي او محامية ونتفاخر واحنا نعلن فريق، والله نقولها وبكل قوة وبكل شجاعة، وخلي اللي يقول ممكن يتكلم عنه. نقابة المحامين ومجلس النقابة راح تقف وتحيل كل محامي يتفاخر بالدفاع عن كل سيء. اقدم لكم السيدة احلام اللامي نقيب المحامين العراقيين، فبس احب انطيها معلومة عن شغلها يمكن فايتتها وما انتبهت عليها. ست احلام يا عيوني يا عيوني يا لابسة قاد زيتوني، من اهم مبادئ العدالة هو المساواة. فمن تجي نقيب المحامين وتقول لا نفتخر بالدفاع عن فلان وافتخر بالدفاع عن فلان، هذا انتهاك لهذه العدالة والمساواة. هو اكو قانون او لائحة تمنع المحامي من الفخر بعمله؟ زين هو من هو الاخطر، المحتوى لو القتل؟ حتى القاتل من حقه الدستوري ان يعين محامي ويمكن يطلع براءة. ست احلام، هل من المساواة لو انا كنت قاضي
هل من المساواة أحكم عليك وفق كلام أسيل الطائي بدون ما أخليش تعنين محامي لنفسك؟ هل تعلم أن من أنصفتموها اللامي هي عليها 52 قضية فساد في محكمة تحقيق النزاهة، وصادر بحقها 52 مذكرة استقدام وأمر قبض؟ أحلام اللامي نقيب بالمحامين عليها كل هاي القضايا وعليها قضايا فساد؟ عزيز صدق؟ فياسة أحلام، هل من المعقول أن أجي أتهمش بهذا الكلام بدون ما أنطيك حق الدفاع عن نفسك لو كنت قاضي؟ تخيلي لو كنت ماشي عليش القصة وهاي 52 قضية و52 مذكرة قبض حسب كلام أسيل الطائي. هاي نقيب عليها 52 أمر قبض. عزيز حبيبي أنت عقيدك قد عليك. آسف محتوى هابط، آسف أنا آسف، دات شاقة والله، نكتة سخيفة هيك والله، خلاص محتوى هابط اعتبروه خلاص. فست أحلام حرام عليك، خلي الناس تمارس حقها الدستوري. عموما موضوع النقابات الظاهر ثقيل والراد نتعمق به اكثر. المهم هسه الحكومه ايش سوت بعد على المحتوى الهابط اللي ما نعرفه شنو هو، بس هو يخدش الذوق العام. الوزاره انشات ايضا منصه الكترونيه خاصه بالابلاغ عن المحتويات الاعلاميه المنشوره في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن اساءه للذوق العام وتحمل رسائل سلبيه تخدش الحياه تزعزع الاستقرار المجتمعي حسب وصف الوزاره بالتاكيد. هذه راح تشمل فقط البلوجرات والفاشينيستات او اللي يدعون انفسهم مؤثرين، لو راح تشمل ربما من يدعون انهم اعلاميين او فنانين، يعني بعض الشخصيات عندهم هويه نقابه فنانين وصحفيين وربما يعملون بفضائيات سياده العامين. نعم بدينا بالخطوه هاي. يعني هنالك ايضا كان هناك جديه من قبل القضاء ومن قبل وزاره الداخليه، جديه ومن قبل المتعاونين مع وزاره الداخليه. يعني كان هنالك يعني حتى الان وصلت الى 50,000 تبليغ. طبعا وصل 96,000 تبليغ يعني بس للعلم، وهاي مستحيل الا ذاك سبام. المهم خوش، تعال راويني هالمنصه شنو، بما انه انا هنا بسفينه فضاء متطوره وبها تكنولوجيا عاليه العراق ما واصل لها، فحبيت اشغل الذكاء الصناعي للسفينه وافسخ المنصه مالتكم واشوف شنو وضعها من الناحيه التقنيه. اولا الدومين اللي انتم مشترين المنصه مال سنه واحده بس، بالعاده الحكومات تسوون تعاقداتهم لمده 5 سنوات على الاقل، معناه من السنه اذا ما جددتوا اشتراك لمنصتكم تلحق سالفه صقر بغداد اللي طار وبعد كم شهر وما وكر ابد. ترى حجز الدومين مو غالي والله، بس يعني تقدر تشتري بدل ما تشتري صفحه عبود بن الدوره تقدر تشتري دومين. ثانيا المنصه مالتك ما بيها برايفسي بوليسي، يعني معايير الخصوصيه مالتكم وجعانه ويمكن اختراق المنصه بسهوله، وهيك راح تطلع معلومات المبلغين لاي واحد يقدر يخترق المنصه، مثل ما صار قبل كم يوم وتلحقتوها بالقوه. قلت لي معلومات طي الكتمان مو؟ فطبعا منصه بها هالقد مشاكل اكيد راح تكون مو دقيقه ولا شغلها صحيح. ليش سيدي؟ لان لو دقيقه كان ما تقلوا عبود سكيبه، عبود سكيبه طب للتحقيق من هنا العراق كله وقف وياه منا، لا عاد منو بلغ عليه؟ هو العراق توحد على شغلتين بتاريخه، بقول يونس محمود ب 2007 وباعتقال عبود سكيبه. انا شخصيا بالفضاء ما اتابع غير شغلتين بالسوشيال ميديا، صلاح العرباوي وعبود سكيبه. ويانا على الهواء مباشره من كوكب الارض عبود سكيبه. اهلا عبود سكيبه. صفقة 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 صفقة. عبود تسمع الناس قد تحبك؟ حبيبي المحبة من رب العالمين، احمد الله وشكره. كنا نحبك وكنا نقول لك الحمد لله على السلامة. تسلم. وان شاء الله بالريش. الله يخليك يا رب. تسلم الله يخليك. بس اكو شغلة مهمة، احنا حتى نوصل رسالتك لكل بقاع الارض مضطرين نحكي بالانجليزي حتى يسمعوك الامم المتحدة، اليونسكو، كل المنظمات العالمية وهوليوود وكلها، فجاهز نحكي بالانجليزي شوية؟ عادي احكي مو مشكلة، انت احكي لهم وانا ارد عليك، لا انت اقوى. لا انا راح ابلش وياك وانت جاوبني، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. 3 2 1 كيو. Aboud, what do you think about what happened to you? Vad jag kan tycka känns när jag bryter sig den handen får man get det styr match. Vad det står i det med like the front is down me hand. Okay, then a four man this. How many times Aboud? Okay, wait understand ready now. Can you give us a song please? We want to hear a song from you. I love you with me and around. Hey, hey, around. How's you around with me? صفقة. الله الله يا عظمتك يا جمالك يا اللي تغني انجليزي بدون ما تحكي انجليزي. برافو
حبيب قلبه انت، حبيب قلبه انت. لا هي موهبه من رب العالمين. انا طبعا انا ما دخل مدرسه، بس انا تعلمت من التلفزيون وانا صغير. انت تعرف واحد من فيديوهاتك منتشر بالسوشيال ميديا بين الاجانب امريكا وكذا، ودا يعلقون هوايه عليه انه دا يقولون انه هذا الرجل اتقن اللهجه قبل ما يتقن اللغه. فمبروك عليك والله. رحم الله والديك الله يخليك. انا بالنسبه ما دخل مدرسه، هي موهبه من رب العالمين وانا صغير. ايش تشتغل؟ عماله والله كاسب. احكي لنا ايش صار وياك؟ والله ما صار وياي شيء، انا رحت برجلي وهاي ونحمد الله من الشكر، ما حاجونا ما عذونا واستقبلونا ذاك الاستقبال الحلو ونحمد الله من الشكر. وطبعا انا محتواي حلو لقد ما قاعد انا محتواي حلو. اي انسجنوك؟ انسجنت؟ انسجنت اي. كم يوم؟ يوم ونص. وانعرضت على قاضي تحقيق وانعرضت يعني على محكمه وكذا؟ انعرضت اي وشافوني، اي قال محتواك حلو وجيد جدا. يعني شنو هي كانت التهمه مالتك انت من ودوك للمحكمه او للشرطه او ما ادري وين بالسجن؟ ما كانت هي تهمه، هو كان محتواي حلو وانا قاعد اقدم، انا ما مسوي شيء يعني يضر مثلا يضر الناس ويضر هاي. بعد هي مقاطع حلوه وكلها نشرتها والناس انا حبتني، نحمد الله وشكره. عبود انت تعرف الناس قد تفاعلت وياك من سمعوا؟ اي ادري هي بالنسبه لي انا هي المحبه من رب العالمين، وطبعا نحمد الله وشكره. انت ورده وانت تستاهل وكل الموفقيه ان شاء الله. خو ما ناوي تبطل المحتوى مالتك رحمه لوالديك؟ لا محتوى لا الناس تريده وانا هذا ماشي بدمي. طبعا هم محتوى هم حلو وانا محتوى طبعا اقدمه لهم انا هيك يسمعونه وناس كلها متابعتني والمحبه من رب العالمين هي طبعا هي هاي. اقول لك باوع، شنو رايك بهذا الاتفاق؟ شنو رايك انتج لك اغنيه بالانجليزي كامله، ميوزك وفيديو كامل علي؟ تسلم على راسي خليك، يا ريت والله. تسلم كفو منك حبيبي، كفو تسلم الله وديك. وشغلت اللخ بما انه انت صار عليك تركيز لانه الناس هوايه عرفتك بالايام الاخيره وعرفت ايش قد بسيط وانسان طيب وقلبك نظيف وتستاهل كل الخير ان شاء الله. انت دا تطلق حمله او اصدقائك دا يطلقون حمله حتى دا يشتروا لك بيت. اي صحيح. فاحنا بالبرنامج بالنسبه لنا راح نتبرع انه بجزء من المبلغ للبيت. انا وايضا تصرت خير بالنسبه لي، انا ما محتاج يعني بيت ومحتاج انا محتاج هذه ايش اهم شيء يعني عيني يعني مطقوق بي. انا قاعد وياك هسه انا وقاعد على هذا البرنامج يعني طبعا انا ما اشوف وياه الله شاهد قاعد دمع وكاظك لنسي، بس هي محتاج منك انا طبعا. هذا الموضوع احنا راح نتحمله واحنا نتكفل به واحنا نرتب احنا وجماعتنا واصدقائنا. تسلم علاج ان شاء الله وتقوم بألف سلامة. وبنفس الوقت همات قصة عبود بيت العبود سكيبة، هذا الهاشتاج راح هو اطلق اصلا موجود وراح احنا ننشره بالسوشيال ميديا مالنا. حسابات عندي انستا وتيك تيك انا قاعد انا ننشر بيهم. الله يفتح بوجهك ان شاء الله يا ربي. الله يوديك الله يخليك ويزيدك وان شاء الله تعيش حياه جميله والقاطي خبل. تسلم وتحياتي لك وعلى راس الله يخليك. اختم لنا بمقطع انجليزي فدوى اروح لك مقطع اغنيه رحمه لوالديك. انت تقول اقوى ليش ما سمعني انت ليش ما سمعنا انت احسن. انا وياك يلا جاهز. I love you so wrong. تحياتي لك وعلى راس الله يخليك. شكرا عبود سكيبه شرفتنا. حبيب قلبي ورده انت على راسي. تحياتي لك تحياتي للكادر مالك. شكرا عبود سكيبه. المهم انا اريد اوجه تحيه كلش كبيره لعبود سكيبه واقول له انت انسان نظيف وقلبك طيب ونيتك صافيه. عبود كان ممكن يتحجج بضعف الماده والحاجه ويروح ينتمي لميليشيا او يصعد ماطور ويفتر بالكاتم مني حياه الناس ويسرق ضحكه اهلهم واطفالهم. كان من الممكن يشتغل بالمخدرات او بالسلاح او باي شيء اجرام ويملي جيبه فلوس ويصير مقدس. وذاك الوقت لا سعد ولا خالد ولا عزيز يقدر يجيب اسمه او يحكي عنه، مو بس يعتقله، يجيب حرف من اسمه. لكن عبود فضل يشتغل عماله ويتعب بشرف وياكل من عرق جبينه ويرسم الضحكه والبسمه على وجوه الناس اللي تتابعه. ومن موقعي هذا أنا أريد أن أعلن عن حملة لترشيح عبود سكيبة لشغل منصب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات. والله العظيم لأنه عبود سكيبة هواية أحسن من علي المؤيد، لأن الرئيس الحالي للهيئة كلش هواية لوص. فإذا تريدون تطلقون هاشتاج إقالة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات بكيفكم، هذا يعني أنا ما أفرض على أحد. تريدون ما تريدون براحتكم. فعبود سكيبة ممكن يكون أفضل من عنده بهذا المنصب. وكتبوا هذا الهاشتاج ايضا سكيبه للاعلام والاتصالات بتعليق على صفحه هيئه الاعلام والاتصالات. خلينا نشوف هم يعتقلوا لكم محتوى هابط ولا لا. والله العظيم كتبوه هوايه كتبوه
ولا تنسون قاعي من حسين. قاعي من حسين وين؟ خليكم يعني. وشغله مهمه اخرى، اللي دا يتحججون ويقولون انه هالمنصه تمنع التحرش مثلا، فالتحرش بمواد قانونيه يحاسب عليها المتحرش وواضحه، فيا ريت لو صدق مسوين حمله على التحرش كان صدق وقفنا وياكم كلنا. خليكم ويانا. غصون بلشي تسجيل. بما انه صايره محتوى حمله على المحتوى الهابط، حمله كبيره جدا والناس مشاركه بيها، فاكو شغله ايضا على الناس ان تنتبه عليها لانه تاثر حقيقه على مستقبلهم القريب مو البعيد، وهي قانون سانتليغو اللي احتمال راح يقر بالبرلمان، قانون الانتخابات. اعتقد قانون سانتليغو اخطر بهوايه من حسن صجمه وسعلوسه. انا هيك وجهه نظري، ما ادري بعد الناس شلون تشوف الموضوع، لانه العائله العراقيه طبعا هي تفرق عن القصص الاخرى، ولكن دا احكي انه هذا الموضوع فعلا ياثر على العائله العراقيه، لانه الناخب ما راح يقدر ينتخب بشكل حقيقي بسبب هذا القانون اللي كلنا نعرف اخفاقاته ومشاكله. القصه الاخرى اللي ايضا تاثر على مستقبل العائله العراقيه بشكل مباشر، واللي هم العائله العراقيه ما قاعده تنتبه عليه بس انتبهت على سعلوسه فجاه، راح احكي بهذا الافهقان. فخليه ممكن بالمستقبل يشوفون هذا الافهقان ويفتهمون هواي اشياء. بالعاده الافهقان اللي احكي تكون صفقاتها صارت والاطراف وقعوا العقود وتشابكوا بالاحضان، ورا فتره يلا تطلع ريحه الموضوع ويكون خلص القصه خلصانه. هالمره اريد احكي عن افهقان دا يصير هسه وراح تطلع ريحته بعد سنتين 3 4 اكثر. خلي استخدم تعبير صندوق النقد الدولي واقول على المدى المتوسط. المشاكل اللي يحكي عنها صندوق النقد الدولي تتعلق بأسعار النفط، اللي تتعلق بها الموازنة كل سنة. الموازنة اللي بعدها إلى الآن ما أقرت، ويقال إنها تاريخية، بس بها عجز تاريخي همات، لأنه متعلقة بمشاكل داخل الموازنة، متعلقة بأزمة سعر الصرف، المتعلقة بهوسة فساد وفوضى اقتصادية وسياسية واجتماعية، وصايرة محتوى هابط. بس ما أريد أحكي عن كل هاي المشاكل لأنهم اللي حنجرتي زنجرت وبلاعيمي طنقرن وماكو فايدة، بس راح أحكي عن رأي الأرقام والدراسات الاقتصادية والمؤسسات المالية وخبراء الاقتصاد اللي أوكي يباركوا لك على التعيين بس حتى تلحق كم راتب، بس يقولوا لك ترى الأرقام ما تكذب، والأرقام تكسر الظهر. الدولار وتصريفه هذا بالتأكيد واحد من الآثار السلبية، لكن أمام الكلفة الاجتماعية لا يعدو شيئا أبدا. احنا الدولة تتحمل الضرر مو يتحمل المواطن، يعني قراراتنا يفترض تكون محسوبة وفق هذا الأساس. هذا الأساس مو اقتصادي يا سيادة رئيس الوزراء، هذا أساس سياسي، أساس عاطفي ما له علاقة بالواقعية، وسياسي من النوع الدعائي همات. يعني ممكن نتفهمك لو كنت جنابك مرشح لانتخابات مجالس المحافظات وتريد تبدأ تجربتك السياسية الواعدة، أوكي تمام، اللي هي من نوع ألم منطقتي وأدق صدري وألهمهم، وحملتي الانتخابية هي مداعبة شعور الموظف عند الفرد العراقي، وهاي سواها قبلك واحد وفوتنا الزجاجة. أعداد الأناس الذين سيتعينون ستكون ملامسة بين 450,000 و500,000، والمسألة بحدود 500,000 شخص سيكون يعني الإضافات الجديدة. إذا تعاملنا بجدية ويا تصريحات حاكم الزامل للنائب الأول للرئيس مجلس النواب أيام زمان لما قال أكو 11 مليون موظف يتقاضون رواتب من الدولة وينضاف لهم نص مليون، زيدوا بارك الحمد لله والشكر الله زيدوا بارك، وال11 مليون ونص كلهم مرتبط مصيرهم بالنفط، لأنه إحنا العراق مصابين بلعنة سببها النفط أو لعنة الموارد. وحتى ما أفوتك بتعقيدات اقتصادية، راح من الأخير أحكي لك عن المرض الهولندي. أشوفك قمت يعني أنت أشوفك قمت تفر بأذانك. إيه حبي، إحنا واصلين مرحلة متقدمة بالمرض الهولندي، بس قبل ما أحكي لك عنه خلي أقول لك شنو تأثير اللي حكيته على الاقتصاد العراقي بالسنوات الجاية، بما أنه راح نظل معتمدين بس على النفط. بحسب رأي خبراء اقتصاديين مثل زياد داود كبير الاقتصاديين بالأسواق الناشئة ببلومبرغ، الفرق الناتج من رفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، واللي هو 150 دينار لكل دولار، هذا الفرق راح تتحمل الدولة من الميزانية على شكل عجز قد يصل إلى 70 تريليون دينار بحسب عضو اللجنة المالية جمال كوجر. والميزانية معتمدة على النفط اللي العراق ما يقدر يتحكم بأسعاره العالمية، وهاي مشكلة أخرى. راح تقول لي شلون؟ راح أبسط لك إياها أكثر.
سعر برميل النفط اللي يحتاج العراق حتى يغطي نفقات الموازنة لسنة 2023 تقريبا $90، بينما كان السعر بسنة 22 $72. يعني إذا لسبب ما سعر النفط صار $60 مثلا، وهذا ممكن، فالدينار العراقي راح ينهار أمام الدولار، والدولة تقوم ما تقدر توفر رواتب موظفيها اللي تمثل 60 إلى 70% من الموازنة التشغيلية، خاصة ويا عودة استنزاف الدولار من مزاد العملة. تتذكر يمكن أنت كذا حلقة وكذا برنامج على نافذة بيع العملة، صح، ودائما تحدث أنه الفواتير مزورة والأموال تخرج ما أدري المن وتهريب، وهذا واقع. وإلا شنو بلد يبيع له باليوم $300 مليون، شنو اللي نستورده بيوم واحد $300 مليون؟ أكيد هذه عملة كانت تطلع خارج العراق، وهذه كانت مشكلة مزمنة منذ سنوات. تأكد لديكم هذا الأمر؟ واضح. تهريب العملة واضح 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 حبي. طبعا هذا اللقاء قبل أكثر من أسبوعين، يعني المفروض هسه مزاد العملة ما يبيع ب$300 مليون، وإلا فهذا يعني تهريب العملة بعده مستمر. مو هذا جدول أقدم لك إياه يا عزيزي المواطن، هذا جدول مبيعات مزاد العملة من البنك المركزي بيوم 12/2/2023، يعني هذا الأسبوع حرفيا مزاد العملة باع أكثر من $300 مليون بيوم واحد. فقصة سعر الصرف مو كل المشكلة مثل ما هسه يتروج لها أو تستخدم كأداة سياسية. سعر الصرف نتاج مشاكل كلش كبيرة يعاني منها الاقتصاد العراقي، واللي اعتمد على النفط وأهمل كل الموارد والصناعات الثانية، مثل ما صار بهولندا بالخمسينات لما اكتشفوا الغاز، ومثل ما صار ببريطانيا بالسبعينات لما اكتشفوا النفط، وصار بروسيا واستراليا وكندا، وصار بإسبانيا بالقرن ال16، وعندنا تجارب مشابهة للتجربة العراقية اللي هي نيجيريا والجزائر، وهذا بالاقتصاد العالمي يسموه المرض الهولندي. فهذا اللي جاي والعجز اللي جاي بال 2027 26 لما توصل مرحلة احنا نفقاتنا التشغيلية أكثر من السعر النفط اللي دنبيع به من الفلوس اللي تجي من النفط، هذا الفقدان الحقيقي، وهي هاي المصيبة اللي جاية واللي ما راح نقدر نوفر بها رواتب الموظفين. هاي المفروض العائلة العراقية تهتم بها أكثر من سعلوسة. وجهة نظري، خليكم ويانا. اهلا بكم مشاهدينا في هذا الجزء من هذه الحلقه. لقائنا اليوم راح يكون مع الشاعر والاكاديمي الاستاذ فارس حرام. اهلا بك دكتور، صفقه كبيره الدكتور اللي ان شاء الله راح يصير دكتور. شكرا تحياتي لك احمد، وشكرا على هذه الاستضافه. الله يسلمك دكتور. هسه اقول لك دكتور لو بعد والله بعدنا طلاب لحد الان دا اكتب بالبحث بحث الدكتوراه، وان شاء الله بلكي بالشهور القادمه ناخذ شهاده الدكتوراه بالفلسفه. ابو تمام، انت قاعد دا تفتر بالسوق بالنجف ودا تختلط بالناس ودا تشوف المشاكل اللي دا تمر عليهم وتسمع وجهات نظرهم، هم اثر عليهم المحتوى الهابط ودمر المجتمع وتسقط المجتمع من وراء هذا المحتوى؟ طبعا انا ما اقدر اجاوب نيابه عنهم، بس احمد اكو شغله خطره دا تصير الان في التعبئه المضاده للحمله اللي دا تصير الان، يعني التعبئه المصاحبه للحمله. هوايه ناس مقتنعين ان بالخلط اللي دا يصير بين نوعين من المحتويات، وعندهم رغبه، يعني نتكلم عن عدد ليس بالقليل، عندهم رغبه يعني بقمع هذين النوعين من المحتويات. النوع الاول هو اللي يسمى نوع تافه سطحي، اللي ما باعتداء على الناس ولكن بكوميديا بسيطه وساذجه وتافهه وبها سطحيه بالعمل. يعني واحد يشمر روحه بالمي، واحد يقوم يقمز، واحد يلبس ملابس نسائيه حسبالي يضحك الناس بطريقته الخاصه، هذا ما باعتداء على الاخرين. منو المسؤول عن ظهور هذا المحتوى المسمى بالهابط؟ طبعا هو الدولة شبيهة، هي الدولة بها مؤسسات الدولة وبها مجتمع، كل دولة بالعالم، فالمسؤول على القصة اثنينهم. المجتمع العراقي له دور كبير في المسؤولية، المسؤولية التربوية. عندنا يعني أعداد كبيرة ومهولة من الآباء والأمهات هم ملتهين بمتابعة المحتوى الهابط وعايفين أبنائهم تربيهم السوشيال ميديا. نفرض واحد بالعراق قرر انه يصير تافه وينشر فيديوهات على انه تافه، شنو علاقة الدولة بالتفاهة اللي هو يقدمها؟ تدخل غير مقبول، ما له علاقة بها. يعني لا وزارة الداخلية اكو قانون يدعمها،
ما عندنا فقرة بكل القوانين العراقية تمنع الإنسان أن يكون تافها، ماكو عندنا، ولا تمنع الإنسان أن يوجه الإهانة لنفسه. التفاهة هي نتاج حروب وحصارات وصراع طبقي، صراع بين طبقة الفقراء والأغنياء وثقافة وافدة إلينا. أبو تمام شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني وكان لقاء ممتع جدا وأنا دائما أتعلم من عندك. شكرا جزيلا أبو تمام، شرفتنا من النجف الأشرف. صفقة أبو تمام. دكتور فارس حرام. أكثر شغلتين خوفتني بالحملة مال المحتوى الهابط هي مشاهدة الناس وهي تفرح وهي تشوف الخوف على وجوه وعيون المشاهير اللي دا ينهزمون ودا يمسحون محتواهم، او دا ينهزم قسم من عندهم. يعني سمعت علي الشريفي قال انه احنا دا نتطفر من بيت البيت وما نعرف شو نسوي. اللي ضوجني هو مشاعر الناس وهي فرحانه انه هذول دا يطفرون بهاي الطريقه. ما المفروض الناس تفرح لانه اكو ناس دا تقدم محتوى مزعج للمشاهد او للمتلقي اللي هو باختياره اذا يتلقى هنا، قصه مو مجبوره عليه، يعني مو اجبار الموضوع. والناس فرحانه ومتشمته بهؤلاء المساكين اللي طافرين. انا اعتبرهم مساكين، هوايه من عندهم ما عندهم الوعي الكافي اللي يأهلهم انه يقول لهم ايش تحجون وايش تسكتون وشنو اللي ما تقولوه وشنو المفروض تقولوه، والاخرين من عندهم جايين على مود رزقه وباب رزقه لانهم ماكو فرص عمل. وانا كلش اتفهم هذه القصه. فببساطه اني واحد ما حبيت المحتوى مالته، اسمه حسن صجمه، من زمان شفت له مره فيديو ما حبيت اللي يقدمه، فسويت له بلوك الاكونته ورحت على الاكسبلورر او الاكسبلور اللي يطلع لك الفيديوهات عشوائيا، وسويت اي نوت انترستد بهذا المحتوى، انا غير مهتم بهذا المحتوى بعد ما يطلع لي نهائيا. فنسيته من هو تماما، ما طلع لي باي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي لان كلها سويت نبيها. فهي كانت خطوتين بسيطه اسويها حتى ما يزعجني هذا المحتوى وانتهى الموضوع. هل اني اريد هذا الشخص يطب للسجن 2 سنين من حياته؟ لا طبعا، الانسان ما يستاهل هاي القصه، ما مسوي جريمه كبرى يعاقب عليها، يعني من وجهه نظري. الشغله الثانيه اللي خوفتني هو المجتمع العراقي اللي للاسف صايره به نسبه كبيره من الناس تتعامل بكره مع كل شيء موجود. يعني كميه الكراهيه اللي موجوده اللي شفتها بالفتره الماضيه من بدايه الحمله مال المحتوى الهابط الى اليوم، كميه الكراهيه تجاههم غريبه. مع العلم انا المفروض ما اكرههم، الكره يعني يراد له طاقه ويراد له وقت ويراد له جهد وعمل. يعني ببساطه انا اقدر اقول انا ما يعجبني محتوى، بس الشمت والكره و5 سنين ان شاء الله وان شاء الله مؤبد وان شاء الله اعدام اراء متطرفه جدا خلتني افكر هواي واقعد اصفن. ليش الناس واصله لهالدرجه من الحقد والكره على هؤلاء؟ ما دا يقدم فد شيء مثلا دا يحرض على الاقتتال بين الطوائف، او دا يحرض على انه تعالوا يلا نقتل مجموعه ناس، او دا يجي من باب ديني مثلا، ويسوي اي شيء اخر مسيء للمجتمع بشكل حقيقي. دا يقدم كونتنت انت ببساطه تقدر من تليفونك تلغيه وتنسى الموضوع ويروح ببساطه بخطوتين، بلوك. لهذا حمله تصحيح اللي بلشت كنت حابها، حمله لطيفه، شباب يقودون الفكره، هي كانت من عندها انه احنا نلغي الموضوع، يعني نلغي متابعتهم ونقرر نقاطعهم عسى ولعل انه يغيرون المحتوى. كانت خطوه جيده لو الناس فعلا رايحين وقاطعيهم لهؤلاء وجابريهم مجتمعيا، وهي مسؤوليه مجتمعيه انه يغيرون المحتوى مالتهم. يجوز كنت انا راح اوقف ويا هذه الحمله، بس لما تحولت القصه الى وزاره داخليه وقضاء ومحاكم وسجون ويحرم واحد من حريته لمده 2 سنين على مود سؤال قول هو شيء تحطه بحلقك يابس يطلع مبلل، الخاشوقه مثلا، ممكن واحد يجاوب الخاشوقه، ممكن واحد يجاوب القلم، ممكن واحد يجاوب التمن، اي شيء تخليه بحلق يابس تخليه بحلقك يطلع مبلل، يعني اكو لعاب وهاي القصص. فاني ما اعرف ليش ومنين طلعت هذه الكميه الهائله من الكره والكراهيه
تجاه هؤلاء. أنا جدا متعاطف وبدأ أعرف ايش دا يصير بالمجتمع، وأعتقد إحنا أمام مصيبة اجتماعية حقيقية اسمها الكراهية. حرفيا إحنا استبدلنا المحتوى الهابط أو ما يسمى بمحتوى الهابط بكراهية جماعية برعاية رسمية من الدولة. خلاص صارت القصة رسمية. إحنا هنا هذا البرنامج وقبله هواية صنفنا على هذولا، بس ما كنا في يوم من الأيام نريد نقمعهم أو ننهي حياتهم أو ندمر مستقبلهم. يا أخي مجرد مشاهدة علي الشريفي وهو دا يحكي بهاي الطريقة ويقول يا جماعة أنا خايف، والله العظيم خايف، والناس فرحانة وتضحك وتتشمت بيه، وهذا جاسم القناص ومن مسح الفيديوهات مالته والناس تتشمت وتسوي له تاقات. ليش؟ يعني هي القصة بس أردت أفتهم هي ليش؟ الموضوع أعمق، الموضوع اجتماعي، أكو شغلة خطيرة دا تصير عندنا بالمجتمع اللي هي الكراهية. هاي لازم نقعد نسوي لها محاربة، هاي لازم نقعد نسوي لها حملة حقيقية. هاي الكراهية راح تولد أشياء عنيفة بالمستقبل، راح تولد احتمال دكتاتوريات، تولد أنظمة قمعية، تولد أنظمة فاشية. اللي دا يصير أكبر خطر وأكبر خطأ ممكن يرتكبه المجتمع العراقي راح يرتد عليه. وأنا أول ما شفت هذه الحملة وسمعت بحسن صجمة وسعلوسة وغيره انقهرت على الناس اللي موجودين بالعراق واللي بعدهم لحد الآن عندهم أمل إنه يعبر عن رأيه، لأنه أنا متأكد راح تفتر وتجي على الكل هاي الحملة، وما راح يشيلوهم بمحتوى مثلا إنه هم بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة، لا، راح يشيلوهم بتهمة المحتوى الهابط. فيعني القصة مو راح تصير بس قمع، وإنما راح تصير وياها إهانة، ويصوروهم ويتكفلون بيهم لأنه الناس متعطشة لإنجاز. وأنا أتفهم قصة إنه وزارة الداخلية ما تقدر تتقارش بهواية أشياء هي من شغلها المفروض تسويه، ومتعطشة لأي إنجاز، وهذا من حقهم الطبيعي. بس بنفس الوقت الإنجاز حتى لو بيه دعم شعبي ما يسرع على حساب مساكين وبسطاء وبيهم هواية سذج وما يعرفون شنو الصح من الغلط. فالكراهية اللي شفتها بالتعليقات تجاه هؤلاء هذا هو الخطر الحقيقي، وهذا المحتوى الهابط اللي لازم نوقف ضده ونفتهم شنو هذا. بس ردت أقول هاي يعني لأنه أنا أعتقد كلش خطير هالموضوع.